لحظة يا عم لحظة. انت نايم يا حمو؟ ام اللحظات والزفت. انت نايم؟ يا عمي قوم. انت نايم يا حمو؟ انت لا نامي وانا عرفت انام وانا نيمت. انت رئيس الوزراء الهندي. الهندي ايوه. ايوه شفت انت ده اللي ما فيش حاجه بتعجبه. اسمه ايه؟ اللي هو مودي بتاع مودي الهندي ده. مودي الهندي. مودي الهندي. ايش دخل محمد فيه؟ ما هو عامل زيه. هو مودي على طول تقول له اي حاجه بص ايه. انا لاحظت ان محمد انا لسه فاكر حاجه، كان في تعليق مكتوب لك بيقول لك احكي لنا قصه الراجل الهندي لما رحت تعمل عمره. اقسم بالله شفت التعليق ده؟ ده واحد عارفه. لا اكيد حد. حمو انا عندي سؤال جوهري. انت الجواهر بتاعتك دي ما شاء الله، الجواهر والماظ وذهب وبتاع انت. اسمعني يا حمو، والله انا عندي سؤال جوهري. بس على شرط ال- هجاوبك على اي سؤال، بس ايه بدون لحظات. بدون اللحظات بتاعتك دي، والا اخد بالك هسميك لواحد. هتسال السؤال يعني اديله فرصه يجاوب بس. هو اصلا حمو شوف، انت يعني سؤالي سؤال مباشر طبعا. لا اعمله غير مباشر. ده انا بحب المباشر. حمو وبعدين حمو لا، يسأله أنت مودي وبعدين مودي. حمو الجراس ده لونه ايه؟ الجراس انا شايفه احمر. اذا حمار. اذا والله ما الوم مودي اذا عارضك. انا لا الوم مودي اذا عارضك. لا انا عايز اقول لك ايه، انت لو تقول اخضر محمد حيعاندك. لا محمد هيتعصب لو قلت اهو. ليش دائما يحب انه كانه لا يفرض ذاته الا عليك انت يا اخي، بيستقوى عليك يقول له ولا حبيبي هم. بين الاحبه مفيش تكليف. قول والله يعني المساله محبه. طبعا احبه. فاهمك هو كده. انه يعارضك. انا مش بعرضه لا. هي طب ما انا بعرضك، هل معنى كده ان انا ما بحبكش؟ لا بحبك بس بعرضك. يعني انا على سبيل المثال انا يعني مش مقتنع بكل ارائك السياسيه اللي بتودي في داهيه والاراء الصهيونيه بتاعتك والحاجات دي كلها. ومع ذلك اهو حبيبي وصاحبي وبتاع وكل حاجه، بنختلف وكل حاجه وممكن نزعل ونعمله، لكن ده على جانب. اقول لك ليش، لحظه يعني انا لحظه. بتفق معاك، انا اتفق معاك في حاجه واحده بس. ايه هي اللي بتفق معاك فيها؟ ان فيك حاجات كتير زي اللي هي مثلا ايه، زيك الحاجات اللي انا زيك. اللي هي مثلا ايه تعجبني كده في امور الحياه، في الحاجات دي كلها زي بعضينا، يعني نفس طب ما ادي مثلا الذوق بتاعي، سواء مثلا في الاكل، في اللبس، يعني ايه في التشخيص الحالات. أمو لحظاتي تزعجك، لماذا؟ يعني انا كيف اوقفك اذا اريد اني اتكلم؟ لازم اقول لك لحظه. انت اللحظه دي بتعملها مع اي حد، ما بتديش فرصه ان اي واحد يشرح وجهه نظره، وبالتالي انا مع الوقت عرفت انت ليه بتعمل لحظه ومجموعه لواحظ اللي انت بتعملها ديت ليه. عشان تشتت. انت ذكي جدا، دي طريقه صهيونيه بحته معروفه، ان انت عشان تشتت اللي قدامك في افكاره، يبقى اللي هيقول اي حاجه خلاص هيتشتت. زي ما الراجل بيقول لمحمد المره اللي فاتت، شفت عمل ايه؟ برق. يا الله. ده خبط في بعض وعمل وبرق وبتاع. ساعة ما انت كنت بتكلمه في المقطع اللي فات، ومش عارف انت عملت ايه كده، وقعدت تقول له لحظه لقيتك محمد ضرب 60 لون. ايوه اتلبخ بسرعه. فالواحد ما يقدرش يقول طبعا وجهه نظره، فبيحصل تشتت وتخليه ينسى ويرتبك. تقوم انت وصلت المعلومه بتاعتك وخلاص رايك ان الكل يقتنع بيه. بص عشان كده انا مش متفق معاك في اي حاجه على الاطلاق في السياسه اللي انت بتقولها في الكلام. انت طبعا انا عارف ليش، انا عارف. تعرف ليش؟ لا هقول لك انا هقول لك. انا اتفضل. لحظه. لانه تاني؟ ايوه، لانه داخلك تبوني صغير انت. لا مش طبوني ولا غير طبوني. مش الفكره مش كده. انت زي ما قلت لك، انت بتعتمد على بعض الناس اللي هم خلاص اصبحوا يأيدوك في اي شيء سواء غلط او صح. صم عم بكم. خلاص هم هو كده ان ده قال حاجه يبقى خلاص. جاء مره فاتت زي ما قال لك مش عارف قاعد يشتم لك في الحوثيين، خلاص يبقى صح. في الشيعه يبقى صح. قاعد يقول لك مش عارف ايران كاني وماني ومش عارف ايه، بقى صح. فدول فانت بتعتمد على دول، فهو خلاص ولا اعتمد على حد. على اني
يعني في انت أي مناظرة الان ما بتديش انت فرصة، اسمعني لحظه بتسيطر لحظه بالرأي. يعني انت الان عامل نفسك عبده فشفشي تعرف كل شيء. لا مش عبده في الفيشي، عبده مين؟ اسمه فشفشي والله العظيم. طب وانت السنين دي كلها ما تقوليش؟ انا ما اعرفش والله. عبده فشفشي يا شوف يعني حتى اللي تعرفهم منيلين بنيله، يعني انت في حد يعرف حد اسمه عبده الفشفشي؟ عبده فشفشي يعرف كل شيء، لانك انت مفكر ان كلامك، انا اشوفك حتى عندما تتحاور مع هذا الحمل الوديع محمد بتنهر يا اخي. لا هو حمو. لا 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 والله انك دكتاتوري يا حمو على فكره. لا لا لا, لا اقسم بالله انت دكتاتوري لا تؤمن بالراي الاخر. طب واحد يقول لك انا مش احنا قبل قليل كنا بنتغدى وشخطوا في بعض لا مش شخص. لما كنتوا حتضربوا بعض. لا هو لا. والله كنتوا حتضربوا بعض. لا اقسم بالله كنتوا عمرها ما زي الاطفال عمرها ما الصغار. تحصل ولن يعني تحصل كمان. يا عمي انت اليوم كنت تقول لي انه بيبرئ لك وانه بيعاند وانه بيعاندك وانه لا هو لا هو اللي ايه حتقول ايه حتلمها ازاي؟ انا خلي ضايقك. كان خلق ضيق محمد شويه يعني مش صبور، عشان كده انا سميته مودي، بيقلب بسرعه، يعني المود بتاعه ممكن في لحظه، ممكن في كلمه بتاع تبص يقلب المود وخصوصا لما يكون جعان. وشفت ما رضاش ياكل اليوم ما اكلش، هو اضرب عن الطعام بسببك، والله بسببك، هو كان جوعان. يعني في الحته دي انا حسيت كده بتأنيب الضمير. بتأنيب الضمير والله العظيم. اعتذر لي يا حمو، حبه يا عمو انا اسف. لا بوسه على بس راسي. انا عملت حاجه حلوه والله العظيم، انا كلت ليك بالهنا والشفا. اكلك كلب النيابه عنك. يعني كلت بالنيابه عنك. نتكلم جد شويه بقى، نتكلم جد. فادي لكن عمر ما يحصل خلاف ولا اي حاجه، مش معنى ان احنا بنختلف في تاني اللي هنبدا بقى خليني اشوف من اتصل يا حمو، خليني اسمع. ولا يعجبك العجب والصيام في رجب. مودي الامام، مودي الهندي. انت مفيش حاجه بتعجبك اساسا. ده يعترض على اي شيء. انا اي حاجه انا اللي بعترض على اي شيء. عارف انت انت عارف اللي هو الماده الخام للاعتراض. الصبر مثلا اصل كده عاملين زي البتاع ماشي كان طبعا ماشي. لا يا حمو اقعد يا اخي انت قر ستعمل مشكله حتى على مساله لا انا عايز ادخل وبتاع. يا الله تحضن. لا حمو انت ما لاحظتش القميص يا عم ام القميص بقى، هو مفيش غير ام القميص ده. لا انت لما تلبس حاجه جديده تتغير نفسيا بصراحه. بتعود. طبعا الملابس تغير النفسيه. غير نفسيتك انت مش نفسيتي انا. اي واحد والله. لا انا ما بغيرش. ليش تنشكح حاجه لما نشوفك؟ انا مش شاكح على طول. بس بتبقى نفسيتك حلوه، بتبقى نفسيتك حلوه يعني صح، بتبقى نفسيتك منشكحه. لا يا حمو يعني احنا هنعمل حوار عن القميص دلوقتي؟ لا حوار ايش يا عم؟ لا حوار ولا بطيخ. لا. انا الاحظك لما تلبس حاجه حلوه وانت داخل من الباب تدخل بنوع من الانتشاح كذا، وكانك الانشكاح صاروخ. هنا بعد دي الانشكاح. بس انا لا محمد معجب بنفسه بالذات. بس ما انت لازم تبقى واثق. لا هو بس في هذه ليست ثقه، لا لازم تبقى. هذا اسمه غرور. لا في لا لسه بتقول انا اعترض. بعدين انت اشتريته منين ده؟ من H&M. اللون الابيض مع الاخضر ده عامل شغل. حديقه حيوانات. خلي بالك يا حمو، شكله كده ايه بيشتغلك. هو بيشتغلني انت حمو انت ما تعرفش تلبس اصلا. جنب حمو لا، لان هو دايما زي انت شفت كشفنا كذا مره في موضوع اللبس بصراحه. كشفنا في الملعب. محمد لما نروح في اي حته بياخد شنطه هدوم بتاعت اللبس كله. لا اذكر لما رحنا المغرب معاكم محمد جاب ملابس جميل لكن نظبطهم عارف. قليل ايوه قليل. انت اكثر واحد يا راجل حرام عليك. يا راجل حرام عليك. يا راجل صلي على النبي. محمد كان جايب 3-4 شنط سفر وملابس شتوي وصيفي، وجايب كل الملابس اللي من يوم ما اتولد جايبها معاه. يوم ما اتولد. احنا حرام عليك، هي كانت اللي هي الشنطه الهاند باج الصغيره دي ولا البتاع، وانت كنت جايب برضو شنطه. كان انا واخد الشنطه منك، الشنطه اللي انا سافرت بيها واخدها انا منك، ما فاكر؟ رجعتهاش. ما رجعش ايه؟ مش انفجرت؟ رجعها ازاي؟ انفجرت انت ما شفتهاش؟ والله في المطار. فما اعرفش. وهم ما لما بيجوا ينقلوا الشنط من طياره لطياره فبيرموا كده اي ما حاجه. عوضتنيش يا حمو، المفروض تعوضني. العوض عند الله. لا المفروض تجيب لي. لا عوضك على الله، اوعى هتقبل العوض، اوعى. ايه ده؟ يقول لك عوضني، ايه ده يا ابني؟ ما انا اعطيتك ما انا عمال بتتكلمني وتقول لي بس واليمن ومش اليمن والعروبه والبتاع.
بالتعدي. لا عوض ايه؟ في سكر انا عايزها. حمو انت على فكره، وبعدين خلي بالك ده التكوين. على فكره هرمونات النبل ما هيش عندك. انا ما اسميش محمد نبيل محمد ما اسميش وعنده نبيل. قابليه اسمه- للتضحيه، اسمه محمد. صديقه هو حبيبه. لا خليك انت نبيل. انت بصراحه انت فكرك شكلك كده نبيل. شكلك جاي على نبيل لحظه. نبيل لحظه. نبيل لحظه. حلو انا على فكره خلاص انت مش ما كانش عاجبك اسم ده. لا انت مش عاجبك الاسم أيوة. اللي هو بتاع الشاكوش. اللي هو ايوه بيدعي في الخشب ده. حسنية. انت مش عاجبك الاسم ده. ابو لحظه. لا فايه رايك في نبيل؟ نبيل لان انت لحظه. بصراحه عندك نوبل جامد قوي. نبيل لحظه. حتى شكله فعلا هو نبيل. ما انت بص اختار لك يا نبيل يا لحظه. او نبيل لحظه مع ابو لحظه. ابو لحظه. ابو لحظه مزيان. انت متضايق عندما اقول لك لحظه في الحوار. يا اخي انا مسكت. هو انا بس اللي متضايق. انا متاكد يا اخي انا مسكت ابو شوارب تجي عليك انت المفروض ما اقول لك لحظه، اشيل لك باصبعي تسكت. ايه ده انت تحمد ربنا انك بتتكلم معايا يا ابني. ده انا عايز اقول لك مشكله انا مش بقول لك لا، لا، اصل انت لا، اللي انت لا، بتكلمهم دول انت لازم- هم ما يعرفوش. لحظه. انت لحظه. انت لازم ايه ده؟ ايوه ايه ده انت اتعديت منه. ايوه انت لما تيجي تتكلم مع اسعد ده نبيل. الاستاذ اسعد الشرعي. يا اخي لا تعملوني ماده عندكم. يعني يعني حاجه لا مش مسموح. لحظه لحظه. لحظه. لا انا لاحظت حاجه خطيره يا حمو. ده انا لاحظت اخطر والله منه. اني لاحظت خطيره. انت رجعت تدخن يا معفن. اقسم بالله والله العظيم بس انا خلي قعدت بالك. معك 20 سنه ما شفتك تدخن. والله انا قلت لك تركتك سنه واحده لقيتك صايع. عارف انا بدات ادخن تاني امتى؟ من امتى؟ السنه اللي فاتت لما رحت مصر من اللي انا شفته من الغلب. من الغلب اللي شفته هناك والمعاناه. اقسم بالله بتاعت الناس اللي الواحد بيشوفها والمعاناه والحياه بقت صعبه جدا وبقت مقرفه. اوعى تصدق انا مش بقول كده بقول ضد مصر ولا بتاع. لا احنا قلناها من شويه ان مصر اصبحت مصر جوه مصر. في مصر دي مش بتاعتنا. في مصر تانية مبنيه بتاعت الناس اللي هم الاغنياء اللي هم مستولين على كل شيء اللي هم عايشين طرق مخصوص ليهم. الله مخصوص الله. ليهم تاخدهم ومستشفيات. من الاماكن اللي هي الاحياء او المدن النظيفه جدا. هذا اللفه كلها عشان تحاول تغطي انه دوله مصنعه، دوله وظيفيه عمرها 50 سنه، يعني ملابس جدتك يا حمو اقدم منها، خرفنتكم انتم المصريين كلكم، واشترت تاريخكم وحضارتكم ومستقبلكم. في تغطي. مش حقيقه. في لا تغطي والله حقيقه. لا ما قسما بالله العظيم حقيقه. هم انت لسه بتقول ايه؟ والله حقيقه. هو في لعبه هنا، في لعبه خطيره جدا. ده الكلام ده اللي انا سمعته والله حقيقه. اللعبه الخطيره ايه؟ بيقول لك ان في الوقت الحالي ان لقوا ان اكتر ناس بتشتري عقارات ومش عارف ايه واستثمارات وحتى فلوسها في البنوك هناك في الامارات نمره واحد في العالم مصريين اللي هم ايه؟ الشله الحرميه زي ما بقول لك اللي هو بتاع كل بلد فيها ليها عصابه اللي هو بتاع. وتروح بص بقى الامارات بتروح جايه عامله ايه بقى؟ فبتاخد الفلوس دي كلها تروح جايه شاريه فين؟ في مصر. في مصر. مشاريع. اصبحت مشاريع باسم مشاريع وبتاع. اصبحت مالكه كل شيء زي ما انت شايف في مصر. حاج علي هكلمك كمان شويه النبي حبيبي. معلش عشان قاعد معايا زي ماشي تمام. اخد لي بالك. ففي لعبه هنا خفيه زي ما انت شايف. طب منين انتوا بتقولوا احنا ما عندناش فلوس في مصر والدنيا بايظه ومش عارف ايه انا والكلام ملاحظ ده ان ومع محمد ذلك كل مش مقتنع بالكلام. محمد انا بقول لك الكلام بس مكشوف منك. اللي انا سمعته بناء على محمد انت مقتنع بهذا الكلام؟ انت وجهه نظرك ايه يا حمو؟ ده اللي انا بقوله ردا عليه. انا مش بقول لك انا بصراحه لا انت لو فتحتني في المواضيع دي هقول كلام المفروض ما اقولهوش يعني. ليش ما تقولوش؟ انا مش عايز اقوله. خايف من ايه؟ مش في مش كل الكلام بيتقال يعني. انا يعجبني شجاعه حمو في هذا. مش حاجات خايف. لا والله انك خواف. ليه؟ هو والله العظيم. بص احنا عملنا اتفاقيه ان لما هنتدرب مع بعضينا. يا عم نتدرب. انا وانت انت تتدرب انا ما أنا وأنت اتدربش. ونبيل. انت اتكلم عن نفسك انت وعد انت مني. بتتدرب على طول. وعد انا ما مني بتدربش. لو لا. حصل ضرب لا. ليك هنجري انا ونبيل. نبيل لحظه. نبيل لحظه.
ان نبيل اول واحد هيجري. انا نفسي اشوفك تاخد قفا. انا نفسي نفسي اشوفه كده صح. يعني عارف انت تخيل ايه رايك تيجي نروح انا وانت الامارات؟ مش انت عمال مش انت عامل فيها 7 عمال رجاله. بتهاجم الامارات ومش عارف إيه. انت ما فيش حد ما هاجمتوش، ده انت هاجمت نفسك. تيجي بقى نروح انا وانت، تيجي انا وانت نروح نزور الامارات. اروح وليش لا؟ بالظبط. والله ما يقدروا يعملوا شيء. سيبك بقى انت من البتاع ده. انا موجود يا حبيبي. بص بقول لك انا علاقتي بالجماعه الجزائريين بدات من اول ما جيت انجلترا. كنت لسه جاي، فكان زمايلي المصريين كنا حوالي 3 أو 4 كانوا مأجرين غرفه انت بتهز قوي يا عم. في بيت هندي، واحنا كنا مأجرين الغرفه. شوف اول ما جينا بقى، شوف ايام بقى بتاع غرفه كنا قاعدين فيها احنا ال4، والغرفه اللي جنبنا كان مأجره 3 جزائريين. هم كانوا 3 بصراحه، 3 جزائريين و3 مصريين في غرفه، وانا نزلت ايه على ال3 المصريين دول. فكنا كان هو البيت كله غرفتين وحمام، وكانوا شباب محترمين جدا. دي حقيقه انا مش بقولها هنا عشان بتاع، انا بقول لك يعني معرفتي بالجزائريين، ومن هنا بدات بقى ايه معرفتي بقى بجنسيات كتير. فدي كانت اول جنسيه اعرفها بالنسبه للعرب اول ما جيت انجلترا. فكانوا شباب انا ناسي اساميهم طبعا، ده كان من زمان. كان شباب محترم جدا، وكنا نقعد بقى نهزر ونضحك ونعمل وبتاع. وبعد كده ايه نقلت، بعد كده توالد بقى الايه الجنسيات بقى التانيه بقى. عرفت من تونس، وعرفت من المغرب، وعرفت من ليبيا وغيره، والعراق وسوريا ولبنان واليمن لغايه ما جيت هنا اهوت المدينه اللي احنا فيها دي، وعرفت نبيل. وده معرفة خير يا عمو. معرفه خير. لا بس كان ايه، نبيل كان زمان حاجه، نبيل كان مين؟ حاجه تانية. نبيل مين يا عمو؟ نبيل لحظه. نبيل اللي هو انت اللي هو انا اللي كان ده مسميك اسم جميل نبيل. انت يعني انت لا عاجبك انت سيريس. أنا اكتشفت حاجة انت والله. بتزعلني من الكلام ده. أنا اكتشفت بتتكلم بجد. انت بجد. انت اعترفت بتتكلم بجد. انت اعترفت ايه المشكله لما لابس قميص جديد؟ ايه المشكله؟ قميص جديد مش وانت لابس قميص زي الزرع بتاعي اللي هنا ده. ايه ده؟ بصرف النظر انت ايه اللي بيضايقك في الموضوع ده؟ انا مش متضايق، بس انت دلوقتي اعترفت. انت اما بقول لك انت كشفتنا المره اللي فاتت. هنا نرجع بقى ايه؟ اتمنى ما تكشفناش تاني. هنا بقى يرجع بقى في الثقه، ان الموضوع من الاول. طيب انا عندي الثقه في سؤال، النفس عندي سؤال يا محمد. وغير الثقه في النفس. هو ما يقلدكش ليه؟ طيب يلبس زيك مثلا نخلص. احنا ما لا بنتكلمش في انا موضوع اللبس. مره احنا احنا طالعين في بنتكلم- مراكش، بص عليك بيقول لك ايه ده؟ انت لابس كده ليه؟ قلت له انا حر. قال بس كده شكلها حيكون وحش جنبك. صح. بقى اصبح يعني كمان ايه مؤلف. والله العظيم مؤلف زيك بالصح. انت ما قلتش كده؟ والله قالها لا. وقسم بالله العظيم. وما كانش قال انت حتمسحنا في اللبس. لا الموضوع ما كانش كده. انا فاكر في حصل لا موقف. الموضوع ده حاجه تانية حصل خالص. موقف. احنا كنا في مشوار قصير، وبعد كده عرفنا ان احنا هنروح نقابل راجل كان تقريبا الوالي. ايوه. فانا كنت لابس شورت وتيشيرت، فانا مش هروح اقابل الوالي بشورت طبعا وتيشيرت. تكون فرحت طلعت لبست بنطلون وقميص وكده. فبقى ده قال لك ده انت لسه كنت مغير من 5 دقايق، ايه اللي خلاك تغير ايش ثاني؟ دخلك هو انت مراته ولا ايه؟ وهو مركز معايا ليه؟ غير صحيح على الاطلاق. والله العظيم لا ادري يا اخي، رجل غير معقد. صحيح. وانتوا معقد يا الاثنين حمو. بتدخلوا على بعض. على فكره الاتنين- انا شفتك جبت ملابس انتوا الاثنين كلهم كده في بيجيب عارف يا عم محمد كان عارف دايما اقول لما بيشتري هدومه يشتري كلها لون واحد. لا بنطلونات لون واحد، ومسعود لون واحد، جيزه لون واحد. طب ما تغير. وحتى الجزمه الاثنين يمين. يا ابن اللذين. الاثنين يمين. طب وانت بتجيب الاثنين شمال؟ ضرب مع بعض. وانت بتجيبهم الاثنين شمال؟ لا حمو محمد تذكر لما كان يدور على الشنطه ويقعد يلف على الشنطه ويقعد ساعه يلف على الشنطه، يقول حمو انت بتدور على ايه؟ قال مش عارف. لا فاكر لا عشان الحاجات كترت، فبالتالي ما فيش مكان. لان زي ما اقول لك كنا واخدين شنط صغيره، محمد جايب شنطه سفر. انا محمد مش جايب عارف شنطة كبيرة. مش عارف البس ايه وقاعد يلف فوق الشنطه. يقعد يلف
يطوف حوالين الصاله. كانت أيام الله حلوة. يزوجكم يا حمو. كانت أيام بس انت غيور وناقم على الانيق ديالنا محمد. والله انك يعني لا اناقته لا محمد عنيك انا مش مختلف. والله لا أنا تخش. شوف اتمنى يا حمو انك تفلسف لي القميص اللي لابسه. شوف الالوان. بصراحه يعني القميص ده حلو في حاجه. أيوة. القميص ده حلو تشوفه من بعيد، لكن لما تيجي تقرب منه هو عامل زي الشجره اللي بره دي اللي عندي، لكن جميل بصراحه حلو. يعني تلبسه انت؟ لا بصراحه لا. خلاص لكن شجعوش بقى انت؟ شكله انت مسكت. لا دي حقيقه، ده حقيقي، لكن احنا شجعوش عايزين بقى ايه؟ حمو لو سمحت كلمة نزل. قصة، اي قصه انت اتدربت فيها بعد 16 سنه. اتضربت كتير. ايوه بعد 16 سنه. انت عارف كتير، دي حقيقه والله. وانا صغير اتضربت كثير يا محمد يعني. عارف ليه؟ أها. وانا صغير كنت مندفع، ما كنتش بفكر. يعني لو في أربعة وعايزين يتخانقوا، واحد منهم هيتخانق، أنا عارف الأربعة هيتخانقوا معايا، ما كنتش بفكر. أنا عارف الأربعة مش المفروض يعني بالعقل مش هتقدر. اذا انت شجاع. مش هتقدر. كنتش بس. لا فيك صفة الشجاعة. كنت بتضرب. انت لست جبان مثل حمو خواف. لا حمو مش خواف. طب لا. احكي لي انت بقى على انت قلت لي قبل كده اتدربت بتاع لا احنا ما نتضربش حمو، احنا عندنا خناقر كلها دم، ما فيش لا على قفاك ولا حاجة. والله العظيم 3 يا عمو. عمي انا شفت يا عمي انا شفتك لما كنت حاطط عصايه كده، انت كنت حاطط عصايه. لا في اليمن الطفل، تعرف الطفل لما يخرج من صف سادس اه يجيبوا له هدية ايه؟ كلاشينكوف. كلاشينكوف. والله العظيم 3 ولا مسدس. يعني الخناقة عندنا رصاص طب ده وسكاكين. ولاده يعني؟ وسكاكين. يعني ده انت لو ما في حلا على قفايا ولا على لما قفاك. يكون بقى كبير يعني في سنك يجيبوا له ايه، دبابه؟ مدفع. ايوه مدفع في اللي هو لما بتبقى شاب. لا لما بتبقى ثقافة راجل كبير خالص بتبقى ثقافة دبابة. السلاح عند اليمنية هذه متجذرة في التاريخ. انتوا ما بتتخانقوش، احنا ما شفناش حد يعمل مين كده ده؟ معاه. يا عم اتق الله. لا يا عم ده خناقتنا قتل. بقول لك ده لو طلع كده خلاص ما يرجعش ما يرجعش الا لازم إلا يكون بدم. انا أول عمري ما حاجة. شفت. انت ما شفتش، انت ما شفتش. لا في خناقاتنا دم 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 دم، ما في كلام. ما هو لو عندكم ضربني على قفايا خفعني على بسيطة، لانه انتم بتضربوا باليدين. عندنا اقل واحد عنده المسدس، اقل واحد. طيب ما ده ناهيك عن الجنبي اللي هي الخنجر ده اللي يبقى احنا نلبسه. عندنا رجوله ان احنا من غير اي سلاح بنخش في المعركه، لكن انتوا لولا البتاع دوت ما حدش فيكم هيقدر يخش في اي معركه. يعني انت حمو انت هتبقى اكبر جبان في التاريخ حمو لو انت ما حمو معكش انت اللي هو لا بيسموه ايه؟ انت لو تشوف اسمه الدم. السلاح ده جنبيه الجنبيه. يعني انت لو ما كانش معاك الجنبيه دي انت طبعا انت بتحطها خلفيه صح؟ تعرف كل اليمانيين انا بشوفهم بيحطوا الجنبيه كده، الوحيد النبيل ده حطها من ورا. حاططها ورا. طب ازاي؟ طب انت هتخش معركه ازاي؟ حمو انا ما باخدهاش لا ورا ولا قدام. يعني انت هتخش لا انا ما إزاي؟ بحبهاش صراحة، بضايقني. انا نفسي اشوفك في معركه. ده انا نفسي انك تتخانق معي حمو وانا لابسها، والله انا حرك. يا راجل ده انا اجيب لك طعنة عمرك مش. عملت بيها قبل كده مشكله؟ انا حوريك، خليني اكمل التصوير وحوريك مقاطع تخاف منها. انت شخصيا كنت فين؟ لا انا كنت مسالم ولا عمري لبست سلاح. الله برافو عليك. ده أنا ما أنا لبستوش بصراحة خالص. شايفها يعني وكان شوية- ينظر الي بنظرات اللي انت غريب انني واحد. غريب على المجتمع اليمني. ما لبستوش. هي بصراحه مش لا السلاح في اليمن جزء من غلط جدا. لا جزء من الهندام. أيوة يعني بس مثل المشكلة- الموبايل هنا. ايوه بس انت عارف لحظة يا أخي، أنت كثير كلام. في